إليكم الحصاد الإخباري لجامعة قناة السويس من 23 من أغسطس إلى 4 من سبتمبر لعام 2024. 498 حصيلة التسجيل لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس. دورة تدريبية متخصصة في تصميم المواقع والشعارات بجامعة قناة السويس. جامعة قناة السويس تعقد مجلس التعليم والطلاب وتناقش بعض التحديثات الهامة للعام الدراسي الجديد. استمرار العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس يومي الجمعة والسبت، و520 إجمالي عدد المتقدمين. جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول استراتيجيات التعلم الحديثة بمدرسة 25 يناير. ورشة عمل حول الرعاية الصحية والأسرية تنظمها جامعة قناة السويس. ملتقى أهلني بجامعة قناة السويس فرصة لتطوير المهارات القيادية والوظيفية للطلاب. جامعة قناة السويس تنفذ 45 دورة تدريبية صيفية لخدمة 2000 طالب جامعي بمعهد تكنولوجيا المعلومات. إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة تقدم التيسيرات التجنيدية لطلاب جامعة قناة السويس من ذوي الهمم. جامعة قناة السويس تنظم ندوتين حول حرية التعبير وحماية البيئة ضمن مبادرة نوار ونوارة. معهد الدراسات الأفرو-أسيوية بجامعة قناة السويس يشارك في الدورة التدريبية 38 للأنشطة الفرنكوفونية. دورة تدريبية حول جودة الرعاية الصحية بكلية التمريض بجامعة قناة السويس لتعزيز مهارات الطواقم الطبية. ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة من جامعة قناة السويس إلى قرية الرياح بالقنطرة غرب. جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروعات الخضراء الذكية. جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في الدوري المصري لريادة الأعمال على مستوى إقليم القناة وسيناء. جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً في فن البورتريه والفن التعبيري. جامعة قناة السويس تستضيف وفد شركة أفيك الصينية العالمية لتكنولوجيا صناعة الطيران. معسكر إعداد القادة الفوج 32 بجامعة قناة السويس، برنامج متكامل لتطوير المهارات القيادية. مجلس جامعة قناة السويس يتابع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس. دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس. رئيس جامعة قناة السويس يكلف الدكتورة سارة صادق بالعمل مديراً لمكتب الإعلام. جامعة قناة السويس تستعد لبدء العام الدراسي الجديد. فيما يلي نعرض ختام معسكر إعداد القادة الفوج 32 بجامعة قناة السويس. برنامج تدريبي في التصوير والمونتاج تنظمه جامعة قناة السويس. الأحد الأول من سبتمبر بدء حجز موعد الكشف الطبي للطلاب المستجدين والمدن الجامعية. جامعة قناة السويس تبدأ أعمال لجنة الدمج لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يطلقان مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة. رئيس جامعة قناة السويس يكلف الدكتورة إيناس عبد الله بالعمل عميداً لكلية التمريض. كلية الطب بجامعة قناة السويس تنظم يوماً توعوياً عالمياً حول وفاة القلب المفاجئة. جامعة قناة السويس تكرم مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن لبلوغه سن التقاعد. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل فريق عمل مشروع مركز التميز للزراعة والمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. رئيس جامعة قناة السويس يهنأ الدكتورة دينا أبو المعاطي لتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. الدكتور ناصر مندور يهنأ الدكتور محمود فرج بتعيينه عميداً لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل مدير مركز التبرع بالبلازما بمحافظة الإسماعيلية. جامعة قناة السويس تختتم أنشطتها الطلابية لعام 2023-2024 بحفل مميز. فتح باب التقديم لجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس. مئة 144 طالباً وطالبة إحصائية اليوم الأول لتنسيق الدبلومات الفنية في مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس. مد فترة التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس. ندوة توعوية تنظمها جامعة قناة السويس تحت شعار من حق حياة أفضل
تناقش العنف الأسري. جامعة قناة السويس تعلن آخر موعد للتقديم في حفل تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين في 8 سبتمبر. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار جامعة قناة السويس. إعداد المكتب الإعلامي لجامعة قناة السويس. قرأتها عليكم الشيماء عماد.